من القصور للشوارع أحكي لكم حكاية الكوارع. الحكاية بدأت من القدماء المصريين ما كانوش بيقربوا لرجول الحيوان، كانوا ياكلوا اللحوم بس، لحد ما جه ملك من الأسرة الثالثة اسمه سخنخت، وده تقدر تقول عليه فود بلوجر بتاع زمان، وكان بيحب يجرب أكلات جديدة، وكل يوم يطلب من الطباخ بتاعه أكلة جديدة، لحد ما زهق من الأكل وقال للطباخ بتاعه اعمل لي أكلة محدش كلها قبل كده. فالطباخ شغل دماغه وراح للحاجة اللي محدش بياكلها خالص، لحد ما جاب رجول العجل وغسلها ونضفها كويس قوي وسلقها، وبعد كده تبلها له تتبيلة كويسة وعجبت الملك. ولما الملك دقها وعجبته قال دي هدية من الإله راع، وعشان كده سماها كوارع، وبعد كده اتحرفت وبقى اسمها كوارع معناها روح راع، وبقت لعامة الشعب لدرجة إن كانوا بيبيعوها في سوق اسمه الحتت أو سوق الصعد، وده بسبب إن اللحمة كانت غالية جدا والكوارع كانت أرخص، فبقت أكلة الشعب. في منها اللي عملها بالفتة، في منها اللي عملها بالورق العنب، في منها اللي عملها سادة بالبصل. أصل الكباب نرجعها لمكانها الطبيعي، سمو زي ما كان.